ما يستاهلش سامح حسين يتكرم بجائزة المايك الذهبي. قبل رمضان مباشرة نزل الفيديو ده على صفحته وقال: كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا يا رب. انا قلت بقى اخبط عليكم الاول واستأذن اني اكون ضيف عليكم، ويا رب يا رب اكون ضيف خفيف ومفيد طول شهر رمضان ان شاء الله، ومش هاجي طبعا بايدي فاضية، لا. وطبعا كانت النتيجة غير متوقعة للنجاح الضخم اللي حققه البرنامج، وخصوصا انه اترفض انه يتذاع في قنوات كتير جدا، وان هو ما بيعرضوش اصلا غير على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات على الصفح الرسمية الخاصة بيه. اصرت الهيئة الوطنية للاعلام ووزارة الاوقاف على تكريم الفنان سامح حسين على النجاح اللي حققه برنامج قطايف، ودي لفتة جميلة جدا منهم لان هم اول من بادروا بتكريمه. وعايز اقول لك ان اثناء تكريمه فاجئ الكل وقال ان مدير تصوير برنامج قطايف اصلا مسيحي، ودي لفتة حلوة جدا منه. عارف يعني ايه برنامج ما تصرفش عليه ربع اللي بيتصرف على برامج تانية وعلى مسلسلات، وما تعرضش حتى في التلفزيون، ومع ذلك حقق نجاح اكتر منهم بكتير وبقى رقم واحد في رمضان 2025. وده دليل على اننا ما صدقنا لقينا حاجة قيمة ونضيفة ومحتوى هادف وايجابي، واكبر اثبات اننا مش لازم نصرف ملايين كل سنة على حاجات مالهاش لازمة عشان تنجح. المحتوى الهادف بيتشاف وبينجح عادي يا جماعة وباقل التكلفة. ما يستاهلش سامح حسين يتكرم بجائزة المايك الذهبي بس، يستاهل اكتر من كده بكتير، يستحق وبجدارة.